قرار قضائي هز الساحة السياسية المحلية في المغرب. يعني عزل رئيس جماعة منتخب هذه مش حاجة بتصير كل يوم. في هذه الوقفة التحليلية رح ندخل في تفاصيل القضية اللي وصلت لهذا القرار الحاسم، ونشوف إيش ممكن يعني هذا لمستقبل الحوكمة المحلية في المغرب. رسمياً، إدارية الرباط تقضي بعزل رئيس جماعة سيدي قاسم. الخبر نزل كالصاعقة. هذا العنوان القوي كان إعلان عن نهاية مسيرة مسؤول منتخب. طيب، إيش اللي صار بالضبط عشان يوصل الموضوع لهذه المرحلة؟ تمام، التاريخ المحدد هو 21 نوفمبر. في هذا اليوم صدر الحكم القضائي بعزل مسؤول منتخب من منصبه. مثل ما قلنا، هذا الإجراء مش عادي أبداً في المشهد السياسي المحلي، وبالتأكيد بيفتح الباب على مصراعيه لأسئلة كثيرة ومهمة، خصوصاً عن المساءلة والشفافية. طيب، خلونا نبدأ بالقرار نفسه، القرار القضائي الحاسم. إيش هي تفاصيله بالضبط؟ ومين الجهة اللي أصدرته؟ من هنا بيبدأ كل شيء. الحقائق الأساسية واضحة جداً. المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة الإدارية بالرباط، وهنا نقطة مهمة جداً. كونها محكمة إدارية يعني أننا ما بنتكلم عن قضية جنائية، بل عن نزاع مع الإدارة العمومية، وهذا بيوضح أن لب الموضوع هو سوء التدبير الإداري. طيب، إيش هي التهمة اللي كانت خطيرة لدرجة إنها تبرر عزل مسؤول منتخب؟ هنا ندخل في لب القضية، في الاتهامات نفسها. جوهر الاتهام كله هو تحويل مركب اجتماعي عام لفندق خاص. يعني ببساطة، أصل كان من المفترض يخدم الناس والمجتمع تحول لمشروع تجاري خاص، وهيدا الخطوة بالذات هي اللي فتحت باب الشكوك وأطلقت شرارة التحقيق كله. طيب، خلونا نفصل الاتهام أكتر في 3 نقاط أساسية. أول شيء، تحويل ملكية عامة لسيطرة خاصة، وهذا هو الأساس. ثاني شيء، العملية اللي تم فيها التحويل، عملية التفويت، كان حوالها شبهات كتيرة، كلام عن خروقات وتجاوزات، وهذا بيفتح الباب لشكوك عن فساد أو محسوبية. والنقطة الثالثة والأخيرة هي الانتماء السياسي لرئيس الجماعة، اللي بينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو الحزب اللي بيقود الحكومة حالياً، وطبعاً هذا بيضيف بعد سياسي للقضية. طيب، السؤال هو كيف قضية مثل هذه بتوصل للمحكمة أصلاً؟ القرار هذا ما جاء من فراغ أبداً، كان نتيجة مسار إداري وقانوني واضح. خلونا نشوف مع بعض كيف مشت الأمور خطوة بخطوة. هنا بنشوف مساراً واضح للمساءلة. القصة بتبدأ من الرقابة المحلية، من عامل العمالة اللي هو ممثل السلطة المركزية. دوره هو اللي يلاحظ الخروقات المحتملة، بعدين هو نفسه اللي بيحيل الملف للقضاء الإداري، وفي الأخير المحكمة بتدرس الملف وبتصدر حكمها. هذه هي بالضبط آليات الرقابة والمساءلة على أرض الواقع. والملفت في الموضوع كله هو سرعة الإجراءات. شوفوا التواريخ، الملف راح للمحكمة في أواخر أكتوبر، وفي 21 نوفمبر صدر الحكم. يعني بنتكلم عن أقل من شهر. هذه السرعة ممكن يكون لها تفسيرين: يا إما الأدلة كانت واضحة جدا وقاطعة، أو كان في إرادة سياسية لحسم هذا الملف بشكل سريع وحاسم. تمام، لحد هنا فهمنا تفاصيل القضية وتسلسلها. بس الأهم من كل هذا هو إيش الرسالة اللي بيوصلها هذا الحكم؟ خلونا نتعمق شوي في أهمية هذا القرار وأبعاده. وهذا هو السؤال الجوهري فعلاً. ليش قرار مثل هذا مهم؟ ليش قضية محلية في سيدي قاسم لها أهمية على المستوى الوطني؟ الجواب بكل بساطة بيتعلق بمستقبل الحوكمة المحلية في المغرب كله، لأنه بيوصل رسالة واضحة جداً: ما في أحد فوق القانون. هاي القضية هي تذكير قوي بأن منصب المسؤول المنتخب مش حصانة ضد المساءلة، بالعكس، هي بتثبت أنه آليات الرقابة الإدارية موجودة وقادرة تكشف التجاوزات وتحاسب المسؤولين عنها مهما كان منصبهم على المستوى المحلي. وهذا بيتركنا مع سؤال كبير للمستقبل. هل قضية سيدي قاسم رح تكون مجرد حالة معزولة وتنتهي هنا؟ ولا رح تشكل سابقة قضائية تخلي أي مسؤول يفكر 1000 مرة قبل ما يرتكب أي تجاوز في أي مكان ثاني؟ يمكن هذا الحكم ما يكون نهاية القصة، بل بالعكس بداية فصل جديد في علاقة السلطة بالمساءلة في المغرب.